مساء الفل، ازيكم؟ عمرك حسيتي ان الحياة بقت عبارة عن قائمة مهام كبيرة وطويلة وما بتخلصش؟ وفوق كل ده تلاقي وزنك زاد والبنطلون اللي انتي بتحبيه مش بيقفل عليكي. احنا الستات بعد سن ال40 بنحس كأننا في سباق مفهوش خط نهاية، بين شغل وبيت ومسؤوليات واهتمامي بكل الناس اللي حواليا ما عدا انا، وده كله بيزود التوتر والضغط النفسي عليا. تعالي نتكلم شوية عن ايه اللي بيحصل جوه جسمنا بسبب الضغوط دي، وازاي ممكن نرجع نسيطر على حياتنا ونكسر الدايرة دي. في سن ال40 وقبل ال40، يعني من بداية أواخر التلاتينات وال40، كتير من الستات بيحسوا إنهم بيدخلوا في دايرة مغلقة. الوزن ممكن يكون زاد، الحركة قلت، وكمان الضغوط زادت، وده كله بيأثر على حالتنا النفسية بشكل كبير جدا. وهرمونات الجسم بتبتدي تتغير، وده كمان بيزود الطينة بلة زي ما بيقولوا، وبيضيف توتر وقلق زيادة. طيب ازاي الضغوط دي بتأثر على حالتنا النفسية؟ في هرمون اسمه هرمون الكورتيزول، ده هرمون بيطلع من الجسم أو بيطلع في الجسم لما بنكون تحت ضغط نفسي. لما بواجه قلق أو توتر مستمر، الجسم بيبتدي يفرز الهرمون الكورتيزول ده أكتر وأكتر، وده للأسف بيزود كمان من تراكم الدهون في الجسم، خصوصا في منطقة البطن. وبالتالي كل ما الضغط يزيد الوزن بيزيد، وده بيخلي الست تحس إنها في دايرة مغلقة مش ممكن تطلع منها أبدا. وكمان ما تنسوش ان في السن ال40 او مع بداية الاربعينات في هرمون تاني اسمه الاستروجين، ده بيبتدي ينقص في جسم الست، وده بيخليها عرضة اكتر للتوتر والقلق وحتى الاكتئاب. طبعا ده غير بقى ان هو يعني نقصه بيعمل ارق، نوم متقطع، وده بيزود الشعور بالإجهاد والخمول طول اليوم، فبتزود الإحباط، وكأني مش قادرة أخرج أبدا من الحالة اللي أنا فيها دي، ويخليني أحس إني مش مرتاحة في جسمي. طيب إزاي أخرج من الحالة دي؟ الضغوط مش هتروح، الضغوط الخارجية موجودة، هتروح مننا فين؟ موجودة على طول. أنا عايزة أهتم بنفسي. أنا اهتميت بكل الناس اللي حواليا ما عدا نفسي، فأنا محتاجة إن أهتم بنفسي. ده جه الوقت اللي أنا أهتم فيه بنفسي. طيب إزاي أخرج من الحالة دي؟ إزاي أهتم بنفسي وأهتم بصحتي بعد ما قضيت حياتي كلها أهتم بكل الناس اللي حواليا ما عدا أنا؟ لا، في حاجات كتير أقدر أعملها لنفسي. أولا، التغذية. لما باكل أكل صحي ده بيقلل كتير من التوتر. يعني السكريات مثلا بتزود حالة الخمول، بتزود حالة الإحباط، وبتحسس بالتعب. فلو قللت السكريات ده بيحسن جدا من مزاجي. كمان الأكل الصحي بيقلل جدا من اضطراب الهرمونات اللي بتحصل في الجسم مع التوتر. تاني حاجة طبعا والحاجة اللي معروفة جدا إنها بتقلل الضغط النفسي وبتهدي، الرياضة. الرياضة لو نص ساعة بس كل يوم أعمل فيها رياضة بحبها، دي بتفرز في الجسم هرمونات السعادة اللي هو السيروتونين. ده بيحسن المزاج وبيقلل من القلق. وكمان الرياضة بتساعد في حرق الكورتيزول الزايد اللي بيطلع مع التوتر، فهي بتعمل عمل مزدوج، بترفع هرمونات السعادة وبتساعد في حرق الكورتيزول اللي هو هرمون التوتر. ده بيخلي الجسم والعقل يحسوا براحة وهدوء. فشفتوا بقى الرياضة وأهميتها. في حاجات كمان كتير قوي 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 بتخفف التوتر والضغط النفسي ده. يعني مثلا الرسم، الألوان، الموسيقى، الرقص، أو حتى الكتابة ممكن يساعدوا بشكل كبير جدا في تخفيف الضغوط النفسية دي. والفن بيديني فرصة إني أعبر عن مشاعري وأطلع الطاقة السلبية اللي جوايا بطريقة صحية، وبيساعدني أحس بهدوء داخلي. يعني بخطوات بسيطة جدا هتفرق معانا كتير جدا وهتغير حياتنا. أكل متوازن، حركة ورياضة،
أعمل حاجة بحبها، موسيقى، رسم، رقص، كتابة. كل ده بيخفف كتير جدا من الضغط النفسي بصفة يومية. طيب احنا بقى بنعمل ايه في زنبليطة فت؟ احنا بقى بنعمل كل ده مع بعضه. يعني بنهتم بالتغذية، بندي أنظمة غذائية صحية وسهلة، بنهتم بالرياضة، بنعمل تمارين كلها ممتعة وكلها مغلفة بفن، منها الرقص مع الموسيقى مع اليوجا مع حاجات كتير قوي لو اشتركتوا هتعرفوها. وبنرسم ونلون ونطلع كل الطاقات السلبية في حاجات كتير قوي بنعملها مع بعض. عاملين كوميونيتي ستات كلنا في أعمار واحدة بنتبسط مع بعض. هي الموضوع كله لعبة. اللعبة دي بتخفف الضغط النفسي واليومي بتاع كل واحدة فينا.